أهلا بكم. ضيوف حلقة اليوم نساء اثنين جمعتهن الصداقة والأخوة وتاريخ طويل من الظلم والقهر بسبب نظام الطاغية صدام حسين. اليوم راح نروي لكم قصة أم أمير وأحلام محمود عسكر. كثير من عوائل الكرد الفيليين المهجرين قسريا في زمن نظام الطاغية صدام حسين بقوا في الجمهورية الإسلامية إلى يومنا هذا لسبب أو لآخر. لذلك سافرنا لطهران حتى نلتقي بهم ونلقي الضوء على بطولاتهم وتضحياتهم الكبيرة. بهذه المدينة الجميلة قضينا أيام نوثق تاريخ مأساة الكرد الفيليين عن لسانهم، فهم شهود على عصر مظلم وضحايا طاغية مجرم. أم أمير كانت طالبة بالصف الثالث المتوسط. تتذكر اليوم اللي اجوا بيه أزلام النظام لبيتهم. كانت تقرأ مع أختها فوق السطح وتحضر للامتحان. ما كانت تدري إنه الأيادي القذرة اللي جاي يدق الباب راح تحرمها من هذا الامتحان وتحولها بلحظات من طفلة بريئة كل همها ومستقبلها ودراستها إلى متهمة وسجينة برفقة عائلتها، طبعا مديرية أمن الطاغية. سنة 19/5 سنة 80 تهجرنا من العراق لإيران. تذكرين لين هاي صار تحكي لنا التفاصيل؟ كان عندنا امتحان، أنا كنت بالثالث متوسط، كان عندنا امتحان أواخر الامتحانات. بعدين شفنا مأمورين ما أدري شنو كانوا جوي، لقوا الجرس علينا قال احنا كنا فوق السطح بدنا ندرس أنا وأختي. باوعنا قالوا لنا يلا بساعة نزلوا. عاد نزلنا وقال كل شيء لا تمدون ايدكم على اي شيء من البيت. قلنا خلنا ناخذ ويانا فالجنطة فالشيء ملابس. قالوا لا، روحوا هناك الامام خميني ينطيكم، هنا ما لكم حق بعد اي شيء تاخذون. بالضبط ما اتذكر، بس سفرونا رئيسا اخذونا شو اسمه للامن. من الامن هناك بعد ما كم يوم همينا هجرونا وين؟ بدرة، عن طريق مهران ايران، قصدي عن طريق حدود مهران جابونا لايران. تذكرين شنو صار يعني مع عائلتهم؟ شنو صار بالضبط يعني؟ كم كنتوا من العوائل؟ هواية، كانت قاعة متروسة، القاعة هواية متروسة كانت. حتى مثلا الأولاد كانوا يقولوا لهم احنا نريد نروح عندنا امتحان، نريد نروح، قالوا لا ما في امتحان بعد، أي امتحان ما عندكم، روحوا هناك على الإمام خميني. طبعا الإمام ما كان يمكن على خميني نروحه، لأن اللي موجودين كانوا ويانا من أهل الحلة، وأنت تعرف طيبة أهل الحلة، معاملتهم ما كانت مثل معاملة أهل بغداد، معاملتهم معاملة طيبة كانوا. حتى واحد منهم عرف أبويا، قال له أنت مو علي؟ اسمه أبويا علي. قال له إيه؟ قال له أنت مو شركة النفط؟ قال له إيه. بعدين أختي قالت له إذا تدرون أبويا بشركة النفط وكل هذا تدرون بينا، ليش تتهجرونا وتسفرونا؟ يعني تدرون إحنا هنا مثلا ولادة العراق وإحنا عراقيين، ليش بس تسفرونا يعني على مود الأصل؟ بعدين قال أختي إحنا ما بيتنا شيء. يعني كانوا طيبين، مو مثلا نقول معاملتهم مو سيئة، هيك خلينا نقول. أخذونا قاعة أعتقد مسجد لو حسينية ما أتذكر بالضبط، بدرة. من بدرة هم يعني بيتنا هناك. من بعد
شو اسمه جابونا على حدود ايران. تذكرين موضوع مع حدود مشيتوا في المسافه؟ مو هالقد مشينا السنة السباق خلينا نقول الباسطارية مال إيران، هذول المسؤولين مال إيران رئيسا يجوي علينا، يجوي بعد خلونا بالسيارة وأخذونا المحافظة، محافظة اسمها خرم آباد. مالمان لبغداد زندگی فری شیرینی داشتیم. دالگم، باوگم، براگم، فری جوانی، بالا برزی، شیرینی. من فری دوستی داشتم. یه روز دان لدر مالمان چند نفری هاتن بردنه. دالگم چوری، باوگم چوری، شو تا شوکی روش تا ایواره. اما مردم اگه براگم دی ناتو، باوگم پیر بی، دالگم و تپی خدا کریمه. اما انتظار هم باوگم هم دالگم پیر کرد. باوگم لدیوری براگم فریه گریس، دالگم و تپی خدا كريمة. أخوي هواي انظلم، أخوي هواي عذبوا لأن قالوا له تعال صير بعثي ومن هالسوالف. هو ما كان مستقل، هو كل دقيقة والثانية كانوا ياخذوه. يعني بحيث مرة من المرات أنا شوي هسه الإنجليزي طبعا كله ناسيته، كنا نحكي بالإنجليزي أنا وأخويا. أخويا راح عندنا قهوة ما أدري أبو سورو، كلكم أنتم تعرفون فوق القهاوي مال قبل وهاي. كنا واقفين بالباب بالليل وشفنا ناس رياجيل يروحون يجون، أتاري ذولا كانوا بالأمن وإحنا ما ندري. بعدين قال أني راح أروح وش اسمه شوية أعدي بالقهوة وأرجع. قلت له جود باي أند جود لاك، هيك قلت له، وطبيت سديت الباب واحنا نريد ننام. شو شفنا رجع اخويا طبينا نريد ننام عادي، عائله كلها بالبيت وكنا ابويا وامي ودول. شفنا ندق جرس، بعدنا انا وياه كنا ما نايمين. انا هواي علاقتي ويا اخويا كانت ويا هذا الاخ اللي توفى. ندق جرس قلت له تفتح الباب، انا افتح الباب. قال لي صرت تفتحين الباب بالليل؟ قلت له لا انا. قال لي لا وخري. هو فتح الباب شفنا فد شخص قال اذا ماكو زحمه تجي ويانا. قلت له وين تاخذه وياك؟ قال لا هسه براس الشارع وارجعه براس الدربونه. قلت له براس الدربونه؟ انا على بالي شخص واحد. قال لي روحي تنامي، انا هسه اروح وارجع. من فتحت الباب وشفت لا كوما، كوما ورياجيل وما ادري سمين شنو، امن ما امن. اخذوا له اخويا هناك هو يعذبه. اي يابا عليش عذبتوه؟ شنو المنشورات اللي عندك انت؟ شنو كان؟ اختك قالت لك جود باي اند جود لاك، شنو هذا قصدها؟ شنو ليش قالت لك هالشكل؟ انت عندك فد مأمورية، عندك فد شو اسمه قالت لي دي بالمنشور دي هالشيء هاي. بابا والله اني هالشكل احنا على طول نتشاركه ونضحك هيك كذا نحكي. قال لا اكو شيء، اكو على مود هاي اللي اسمه جود باي اند جود لاك. يعني على مود هاي الكلمتين. بقى على طول كانوا ياخذوه، على طول كانوا ياخذوه ويعذبوه على هال. رجع شخص ثاني يعني تأذب؟ لا قالوا اذوني، وقال اكو فد شخص كان هناك قال بابا اني اعرفه هذا، اني اضمنه، اني شو اسمه خليه يطلع، هذا ما عنده شيء، هذا ولد فقير. وهاي يقول ذاك الشخص اجى الله جاب لي اياه، يقول طلعوني. اكيد خوف هالقد عذبوه هالقد هذا، يعني اللي زم مرض الخبيث، اللي زم المرض الخبيث هالقد عذبوه.
نفسيا اي يعني على طول كانوا ياخذوه ويرجعوه. مثلا جماعه يظنوا يقول لي لبابا هذا ما عنده شيء واجب ويطلعوه من هالسوالف. تتذكر أحلام محمود عسكر تفاصيل اليوم الأسود اللي إجاهم به مجرمي حزب البعث، خوف ورعب وصياح وتهديد، يوم مظلم مستحيل يمحى من ذاكرة السيدة أحلام. أول لك أخوي الشهيد الله يرحمه ويا جميع الشهداء، إجا قال منطقتنا بها تسفير، يعني ياخذون عوائل أقاربنا، يعني هم إحنا كنا بشارع فلسطين. بعدين والله إحنا قلنا ثاني يوم أنا كنت شوية مريضة، يعني ما رحت الدائرة مالتي، وسمعوا خواتي جو عندنا يعني يشوفون شنو الوضع، لأن سمعوا أكو بارحة بالليل صايرة فد هوسة بالمنطقة. فكانوا موجودين عندنا وقت مغربية، دقوا الباب، هم كانوا بعد احنا مدينا راسنا مبين كانوا الأمن، فإجوي وطبوا عادي ما يرادون طبعا استئذان، هم يطبون رأسه، طبوا وقالوا انتم لازم ناخذكم لأنه اكو عليكم تسفير. فطبعا تعرف هي الساعة صعبة انه واحد هيجي كلمة انه يعني انت تدري عن تسفير شنو، يعني انك راح نبين راح يدزوك المكان انت ما عندك اي معلومه عنه. ونعرف يعني تسفير الايران طبعا كان الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه، كان المغرب، كان الوقت مغرب يعني وقت الصلاه تقريبا كان، بس الى ان احنا لما نروحنا وتحضرنا يعني صارت بعد ظلمه. فخواتي قاموا يبكون واحنا، فالضابط هواي انزعاج واحد منهم علي قال اذا هاي البنيه تبكي يعني عندي امر انه اضربها بطلقه. ابويا يعني حاول يسكتني وهذه يعني كانت كلش منهاره يعني. المهم يعني من اخذونا الجوارين طلعوا حتى منعوا الجوارين انه يباوعون علينا، قالوا لهم طب وجو انتم ما لكم حق. كانت السياره اللي ماخذتنا مظلمه، يعني هاي الجامات مالها مظلمه يعني. فاخذونا عائلتنا بعد حتى الطريق ما شفنا، بس اخذونا البيت بجميله. هذا المكان البيت مال الجميلة هم كانت مال عائلة مسفرة، فمن خلونا عدة عوائل، يعني بالغرفة مالتنا تصور فوق 50 نفر، هي غرفة يمكن 12 متر كانت، وقبالنا هم كان غرف مساجين أعتقد مال حزب الدعوة كانوا يعني، لأن حتى نساء فوق كانوا يعذبون، يعني بالليل يوصل لنا صوت الصراخ مالت النساء. لا نساء كانوا محجبات، يعني شفت واحدة منهم على الدرج من العفو ردنا نطلع برا، كان هم استدعوني أنا وأبويا دا نحكي يعني يسألون على أخوتي، لأن أخوتي ما كانوا ويانا. والدة أم أمير كانت سابقة الجميع بخطوة لما شافت اللي جاي يصير بشباب الكرد الفيليين من قبل أزلام البعث، قررت تهريب 2 من أبنائها إلى الجمهورية الإسلامية، وهربتهم فعلا قبل اعتقال عائلتها وتهجيرهم بالكامل. احنا تهجرنا، مثلا اخوتي 2 خفنا، كانوا يلزمون الشباب ويعدموهم. امي سفرتهم على طريق كردستان، بعدين راحت امي هي واخويا الكبير تروح تشوف موصليهم الايران شلون مثلا هذا اهل كردستان. على ما امي راحت جو سفرونا احنا 4 خوات وابويا، سفرونا جابونا قلت لك هاي القضايا هاي جابونا الخرماباد. بعد 3 أشهر او 4 أشهر ما اذكر بالضبط يلا جابوا امي، كانت مسجونه. مأساة ومعاناة كبيرة تعرضت إلها والدة أم أمير أثناء اعتقال زوجها وبناتها ال4 من قبل أزلام نظام الطاغية. كانت هي في شمال العراق حتى تتأكد من وصول أبنائها للجمهورية الإسلامية. ما كانت تعرف أنه بناتها وزوجها بنفس الوقت كانوا في طريقهم أيضا إلى إيران. مسجونة، قالوا لها احنا ما عندنا جماعة نسفرهم، تبقين الى ان ينجمعون
جماعه ايرانيين وهاي ينجمعون يلا نسافرك وياه. وبالبدايه قالوا لها انت عراقيه، انت عراقيه ما لك حق ترحين، ابقي هنا. قالت لهم انا زوجي مسافرين وبناتي ماقلين وولدي وانا شو اسوي هنا؟ شنو شغلي هنا؟ قالوا لها لا ما تروحين ما تقدرين تبقين هنا، لا امشي خلوها بالسجن. تقريبا 3 أشهر او 4 أشهر ما اتذكر بالضبط، هي واخوي الكبير سجنوهم. بس ما لما رادوا لما رادوا يسفروهم يهجروهم، قالوا تبقون هنا على ما نهجركم، على ما جماعه ينجمعون جماعه من الايرانيين وياهم على مود تتهجرون. هم انفصلوا عنكم لين ما رادوا يسافروا اخوانكم؟ لا خلوا مو قلت لك خافت على ولدها، ولد 2 خافت عليهم، دزتهم على طريق كردستان، دزتهم على طريق كردستان، راحت تشوف شلونهم رايحين لو ما رايحين هناك مثلا ماخذيهم على الحدود الايراني جايبين لهم من ايران لو لا. على ما هي راحت اجوا يسفرونا، احنا ابويا واحنا 4 خوات. اذوها بعد هوايه اذت. شنو كيف؟ لا مثلا كان ذابيها ويا شلون اقول لك مسائل وهي غير سجينات. اي ويا غير سجينات، سجينات مثلا شلون نقول ما اقدر الفظن. كانت ذابيها هناك مثلا 3 أشهر، تقول لك هوايه اذيت هناك، وقت مرة كبيرة تبقى 3 أشهر بالسجن. رغم صغر سن أركان محمود شقيق أحلام، لكن تم فصله عن باقي عائلته بالسجن. أخذوه مع كثير من الشباب الآخرين من أحضان عوائلهم. طبعا وعدوا العوائل بإعادة الشباب في صباح اليوم التالي. الشهيد أركان ما زال مغيب إلى الآن. المشكلة وين؟ أخويا كان صغير هذا الشهيد، يعني كان برابع ثانوي. فمن يجي المنطقة مالتنا واحد كان في صفنا، يعني هو كان يعني مسيحي، كان بنفس الوقت من البعض، يعني احنا ندعي به. هو جابه، هو بيده جابه للمكان اللي احنا فيه، البيت اللي احنا موجودين فيه. فمن اجى يعني احنا فرحنا، قلنا اجى. اخويا الصغير هم كان ويانا اصغر منه، قلنا اخوان عنا ناخذه ويانا لان هو ما بالغ 18 سنه، راح يعطونا اياه. بس اشوف شيء عجيب، بالليل اجوي قالوا احنا ناخذ كل الشباب الموجودين بالغرفه حتى الاخوات يستراحون، يعني هوايه هم يحبون راحتنا. فاخذوهم، والنسوان قالوا لا احنا كلنا اهل واقارب ما بيها شيء، يعني نبقى بنفس الغرفه. قال لا الصبح نرجعهم. وهو ذاك الصبح كان وبعد ماكو وراه صبح راح الغرفة. كل الرياجيل اللي كانوا موجودين، يعني العوائل اللي موجودة، لا الكبار مثل أبويا الله يرحمه لا ما أخذوا، أخويا الصغير ما أخذوا. إحنا عائلتنا يعني كلهم طويلين، يعني طوال، يعني مثلا هو افتكر هو عمره أكثر. إحنا يعني إحنا عائلتنا إحنا كنا خوات 2، لأن خوات 2 بالعراق ظلوا، وأخوتي هم 2 ويانا، و2 بعدهم، واحد كان بالجامعة كلية البصرة، وواحد هم كان طالع برا، هو هذا المتزوج، زوجته هم كانت ويانا. يعني كلنا إذا ناخذ بالعدد أمي وأبويا وخواتي 2 و2 6 كنا، وزوجة أخويا وبتها كنا 8. اخوانك الثانيين اللي كانوا جامعة البصرة والثاني كان طالع برا اجوا؟ لا بعدين هم اجوا ورانا من طريق كردستان. هم يعني عفتهم، واحنا كنا خالين علامات، اذا يجون للمنطقة ويشوفون هالعلامة ما يدقون الباب، يعني احنا كنا متفقين وياهم. تم نقل أحلام وعائلتها إلى سجن التسفيرات. هناك التقوا بسيء الصيت عبود، هذا الاسم اللي يعرفه كل الكرد الفيليين. حاول عبود أن يعرف مكان أشقاء أحلام، لكن كل محاولاته فشلت. ثاني يوم الصبح اجوا ياخذونا ودونا سجن التسفيرات. بسجن التسفيرات بقينا 3 أسابيع حدود إلى أن سفرونا. وكان سجن، أخويا ما شفناه، لا بعد خلاص. بالسجن واحدة من الحوادث اللي صارت إنه بيت خال أمي كانوا ماخذيهم،
وابنهم الصغير مو بالبيت، هم في الأخوية بالمدرسة، بعدين جايبين، بس من جايبين ما ملتقي بعائلته. الظاهر العائلة مالته شلون ما أدري بأي طريقة مطلعيهم. الطفل وين بال بالسجن، طفل يعني كان عمره حدود 15 سنة. فإحنا كنا قاعدين جابوه، قالوا منو عائلة هذا الولد، إحنا هم يعني أمي ابن خالها بعد، قالت هذا ابننا، جابته، لأن صورت إنه أهله حتما مسافرين مثل بواب، ما ندري هم كانوا طالعين. يعني هو مخطيه سفر ويانا الإيران، وأهله بقوا هناك. يعني أشياء هم حتى هم ما كانت عندهم انضباط بالموضوع، يعني ما عندهم معلومات منو إجا منو راح، بس ظلوا يدورون وراء أخوتي، يعني بيت أخوالي يروحون يسألون عليهم، بس هم كانوا مختفين عند عائلة يعني. وبعدين عن طريق ذولاك طلعوا الكردستان. كان هذا عبود يعني يستقبل العوائل ويحقق وياهم أخوك وينه، ذاك وينه، ذاك وينه، على شنو؟ حتى يوصلون يقبضون عليهم، على أخوتي الكبار. إحنا قلنا ما ندري وينهم، ويعني كان أفضل حل إنه ما ننطي معلومة حقيقية. حتى أخويا اللي بجامعة البصرة ما انطينا عنوانه، ما قلنا هو بجامعة البصرة، لأن قلنا راح يلقون القبض عليه وهم يسافر ويانا. بس بداخل ليش سووا أشياء، يعني مثلا الأكل اللي كانوا يقدموه يعني شيء ما يطاق. إحنا أكثر الأيام كانت أمي الله يرحمها جابت لنا معلبات كنا ناكلها، يعني الأكل اللي كانوا يجيبوه يعني تصور بالتنكات مالت الدهن، يجيبون شنو قشر باقلة، طابخين قشر باقلة ويمعجون، يقولون منو ياكل؟ محمد كان ياكل. إحنا كنا جايبين ويانا، يعني هاي الأشياء اللي قدرنا هالمدة نعيش عليها يعني. رغم كل اللي صار، رغم الظلم والقهر اللي عاشته أمير بحياتها، ما تأثر ولا قل حبها لبلدها العراق، وكذلك والدتها وأختها اللي كان حلمهم الوحيد هو العودة لبلدهم، لكن وافتهم المنية قبل تحقيق هذا الحلم. لحد الآن احنا عندنا حنين لمدينتنا، لحد الآن صرنا نشوفه بالتلفزيون، نشوف الحلة، لو أشوف مواقف أتذكر، أشوف المدرسة، مدارسنا، حنيننا طبعا باقي، بس ما متغير. طيبتنا وطيبة أهل الحلة بعدها، وإحنا كم مرة أنا رحت الحلة، طيبتهم موجودة بعدهم، على طيبتهم باقين، الله يحفظهم إن شاء الله. طيب والدتك كبار العمر يصير حنين عندهم أقوى لبلدهم، تذكرين مواقف والدتك أو والدتك شلون كانوا يحنون؟ أصلاً كانوا يعني قاعدين على النار، شلون أقول لك، منتظرين شو وقت يرجعون، شو وقت يرجعون. يعني والدتي قبل ما يسقط صدام قالوا دي يسقط، وهاي كانت محضرة غراضها ومحضرة مثلا هاي شو اسمه كله، قاعدة أروح للعراق بعد، متهيئة، كانت متهيئة، بس جاها الأجل مع الأسف. هل قد ما كانوا يرضون يرجعون. أبي أختي كبيرة من وايا تحب العراق كانت، بس مع الأسف. توفت هي متوفت. طلعت بليل وش طلعة، قالوا ما إلك رجعة، وفضت تنزل الدمعة لأن ما ضل دمع بيا. طلعت بليل وش طلعة، قالوا ما إلك رجعة، وفضت تنزل الدمعة لأن ما ضل دمع بيا. سلبوا كل شي في كل شي، وخلوا دمعتي برمشي،
يمشي في كل شي وخلوا دمعتي برمشي قالوا يلا روح امشي أصولك مو عراقية وإذا عندي ذنب ذنبي وإذا عندي ذنب ذنبي أهلك راد فيليا أهلك راد فيليا ظلوا على انتظار، بس مع الأسف اسمي جاي قبل ايش مواجهه اسمي جدا لا العفو العفو. تصير الناس تفهم اللي يعاني حلمهم كان يشوفون كم اي هذا حلمهم كان. يعني اللحظة الأخيرة أختي كانت تتعالج، ما كانت تقدر تحكي ولا أجل. قلت لها بس صيري زينة، واقفة فوق راسها بالمستشفى، قلت لها صيري بس تصيري شوية زينة رأسا أرجعك أخذك العراق، أخذك العراق أصدق. توفق رأسا بعد. كانت مكيفة مثلا ما كانت تقدر تحكي، التفتت يعني كانت هم باقية بأمل، آخر لحظتها كانت باقية بأمل تريد ترجع للعراق. مع الأسف كانت حاضرة من صار السقوط، كانت حاضرة متهيئة تريد تروح للعراق، بس إجاها الأجل مع الأسف. يعني حتى الكارتوناتها وكلها مهيئته، قالت أنا بعد ما أبقى أرجع، ما أقدر أتحمل بعد أكثر. بعد السقوط أي بعد السقوط بأيام، هي كانت متحضرة مثلا صار السقوط وهاي متهيئة وبس توفت وجاها الأجل مع الأسف. ما أدري شو أسوي. حتى ابن حماتي كان وياي، رئيس رحت الحلا رحت قلت له شو أسوي هسه؟ أقعد هنا أدق وألقم. كان يقول لا عمال أسوي هاي الشغلة. قلت له يعني ما أدري شو أسوي هسه، ما أدري منين أباوع، شو أباوع؟ أباوع المدرسة، أباوع الجوارين، الأصدقاء، صديقات، شو أباوع؟ يعني حنيني أكثر من اللازم كان. اي سنه رجعتي اول مره؟ أي سنة ورا السقوط. بشر أي ورا السقوط. شنو اضطريتي وين شفتي؟ شنو اللي التقيتي؟ ويا جوارينا التقيت بعد. اي لقاء حلو كان، حلو اللقاء. امهم كانوا هوايه مثلا مشتاقين لنا. اي بس هم اني من طبيت ما عرفوني، تغيير ما عرفوني. وحده من صديقاتي كانت ترش الدربونه، بعدين رحت قلت لها سلمت عليها وهاي، كان تقول لي ما كانت تعرفني. قلت لها شو احنا سامعين اهل الحله عندهم وفاه، شو ما تعرفين؟ كانت تقول الله ما اعرفك انا منو انت؟ العفو اعذريني. قالت لها ما اقول لك الا تقولين. قالت والله ما ادري. طبيت قالت صحت امها، قالت لها يوم تعال شوفي تعرفينها. ليس امها عرفتني، امها عرفتني قالت ايه. بعدين مثل عادي مثل هذا شابقنا هواية تأذوا، يعني هواية أهل الحلة هواية تأذى جوارينا. يعني واحدة من صديقاتي تمرضت، لأن من أمي شافتها، من أمي جدتي شافت الباب مسدود وهاي، من جدتي من كردستان شافت صديقتي اسمها سعاد. قالت لها حتى أمها قالت لها قالت لها ايش راح تسوي؟ بنتي دا تموت على موتكم. يعني هالقد حنية كان عندهم، لا حنين أهل الحلة هواية كانوا جوارين، نحن هواية طيبين كانوا. بعد ما أدري بقية المهاجرين شلونهم. ساعات شفتيها ورجعتي؟ ما شفتها مع الأسف، كانت مسافرة بغير دولة. لحد الآن ما شايفتها. رحلة التهجير إلى الجمهورية الإسلامية ما زالت أحلام تتذكر كل خطواتها. كانت رحلة مليئة بالمواقف واللحظات الصعبة. صدقني لا أقول لك إيش قد ما كان صعب علينا ذيك الفترة اللي طلعوني من البيت،
طلعونا من البيت. ذيك اللحظة صاحوا أسماءنا. أنا أتذكر عائلة ما صاحوا أسمائهم، يعني بدأوا يصرخون صراخ ما صاير من السجن. قالوا ليش ما يسفرون؟ يعني كانوا يخافون يكون الله يقول يعتدون عليهم أو شيء. يعني من كانوا يصحون أسماءنا يعني صدق حسينا براحة، لأنه قلنا إذا نبقى ممكن يصير غير شيء. سجن يعني اسمه سجن، يعني سجن كلش وضعه مو زين. يعني ما كنا ننام للصبح. كل عائلة تصور حدود مترين مربع عنده مكان وجزء أقل. أبوي الله يرحمه وهو ورياجيل الآخرين يعني كبار السن كانوا ينامون يم العفو الله يرحمهم يم تركات السجن للصبح. مكان كلش كان وسخ يعني إلى درجة ما أدري إذا عندك معلومة عنه. لا هي ساحة كانت سجن التسفيرات، أكو بيها غرف قلت لك بيها مساجين المحكوم عليهم. إحنا كنا بالساحة، يعني يمكن أكبر وجبة كانت الوجبة مالتنا. يعني لو مثل ما يقول شو اسمه ما توقع، أي ما توقع القد ناس هواية. إحنا يعني طبعا من خلونا بالسيارة ودونا الملعب الشعب. واتذكر بوقتها هذا اخو صدام الملعون شو اسمه هذا كان مسؤول وياه. اي هذا اجى ويعني مو خطاب او شيء، بس الناس عوائل قعدونا من الصبح لثنتين 3 بالليل. احنا قاعدين لا اكل لا شرب، حتى شنو يسفرونا بنص الليل. فسفرونا نص الليل واحنا من وصلنا وش الصبح وصلنا للحدود. ترى هم اكو ناس اذا نقول ما شاركوا، اكو ناس شاركوا بالظلم، شاركوا صدام بالجريمه. يعني اجوا يضبوا اغراضنا، الهدوم والملابس مالت والدي الله يرحمه، وملابسنا ذبوها وين؟ بالطين. وكان اكو ظاهر اكو امطار، يعني كان شهر نيسان، امطار اكو متجمعه مثل الطين صاير، ذبوا الهدوم. والله انا قلت له الواحد منهم، قلت له أنت ظلمت إن شاء الله وموافق على هذا الحرب اللي صاير والتهجير إنه شارك بها، بس أنت ما تبقى. فهو مثل يعني شو اسمه شلون الدعاء عليه يخاف يعني. إحنا بعد استمرينا بالمشي، يعني أنا ووالدي وخواتي وأختي مرت أخويا، ولأن مرت أخويا بنتها كلش صغيرة جالت عمرها 6 أشهر يعني. فتعرف طريق تدري ايش كد؟ لو اقول لك احنا مشينا من الصبح الغبشه الى الليل، احنا هذا كله نمشي. والمشكله يعني حتى الطبيعه اتفقت وياه، امطار وهو القاعش كد، يعني وادي منا وادي منا، انت لازم ما تتزحلق، حتى ما تتزحلق حتى الاحذيه مالتنا العظيمه. واني لازمه عفت حتى والدتي، والله والدتي بعد 4 أيام جتي، عفت والدتي على مود مرت اخويا وطفلتها يعني قلت خطيه هي تعبانه وهاي الطفله لازم نتناوب عليها. كنا نمشي مثلا نمشي والبطر علينا، يعني مطر شنو؟ مطر يعني كأنه قوي كلش، ونخاف نوقع منه. استقبلونا الجنود الإيرانيين، اكو ماي، اول مره اكو ماي، هاي الماي ما حكيت لك عليها. هاي الماي لازم ما تقدر يعني احنا كنساء ما كنا نقدر نعبر. اخويا الصغير واحد عبرنا، واحد يلزم ايدنا ويعبرنا من الباب. وابويا كان رجال مريض يعني، حتى والدي معبره. بعد ذيك شويه اخترعنا، مشينا شويه حتى قلت له ماخذ اغراض وياك اشياء، ويا المطر تقدر تشيل اغراض لو تريد تنقذ روحك. يعني حتى الاغراض اللي كانت احنا بيدنا لبيناها بس نريد ننجب روحنا يعني حياتنا. اكو ولد خطيه كان ويا امه، هو يعني معلوم، خلت على عربانه مال اطفال، عربانه وقعت خطيه. الطفل هو اصلا مو طفل، هو يعني كبير كان، وقعت العربانه تدهدرت اصلا، ما ادري يمكن مات خطيه. المرحله اللي قبلنا كانوا ناس مسفرين، وجبه اللي قبلنا كانت بنيه واقعه بالالغام متفجر عليهم والبنيه ميته، حتى احنا المكان ما له شفناه. قالوا هنا يعني صار لا قالوا لنا الجنود، احنا من البدايه قالوا لنا الايرانيين
قالوا لنا دير بالكم لا تنزلون لا منا ولا منا، بس على هذا الطريق امشوا، لان الغام خاف ترحون وبعدين الغام وتنفجر عليكم. هاي كلش يعني كانت توصيه يعني زينه بالنسبه لنا. مرعوبين من طبعا والله انا شفت يعني قرايبنا يعني بالطريق، ما انت بعد ما تفكر انه تشوف منو توقف المن ما توقف المن، يعني صارت هالشكل. يعني مثلا اختي كانت ويا امي، اخويا كان ويا ابويا، انا كنت ويا زوجة اخوي، هالشكل. يعني احنا تقسمنا على هالمراحل هالشكل حتى واحد يساعد الاخر. فشفنا نساء اصلا حتى يعني هم يعني محجبات وتدري عبايه وما عباياتهم واقعه خطيه واقعه، يعني من المطر القوي اللي واقع. اكو ناس ما استمروا بالمشي، ولو قاعدين يعني ما كانوا يقدرون. ولو انا حتى وحده والدتي بعد 4-5 ايام احنا من وصلنا الجهرم يلا والدتي اجتي. هم ذبونا وصل ما يتحمل يعني قصدك الجنود العراقيين؟ لا ما يحجون ويانا، هم ذبونا وراحوا خلاص ما عليهم بينا. احنا المنطقه مطبينا بها منطقه ايرانيه، يعني بس شنو نشوف تبادل النار، يعني اكو كانت تبادل نار بيناتهم. وهي شو يقولون لنا جنود، قلنا امشوا لا توقفون، اصلا لا توقفون امشوا. اكو ناس بقت يعني احنا واحد منهم اقاربنا المرأة كبيرة ما قدروا يشيلوها، خلوا لها بالقوري ماي، ملوا لها ماي مطر وخلوها يمها هي ورجلها وعافوهم. لحد الآن ما يعرفون مصيرهم، وماتوا أكيد ما استقبلونا ويعني خطية ساعدونا هم بالمشي، ساعدونا لأنه الطريق قلت لك الزحلق تزلق طين زلقة كلش، فساعدونا يعني إلى أن قلنا لهم شلون نمشي. قالوا لنا يعني حتى يعني حكينا شنو، احنا ما كنا نعرف فارسي، احنا نعرف كرد. الكردي شويه قريب من يعني بي مجال، يعني مثلا بعض الكلمات. قالوا لنا ذاك هو من النور اللي يشوفوه امشوا باتجاه ذاك. وهم بعد مشينا، يعني هاي احنا ماشيين الليل ظلمه وهم مشينا. بعدين جتي سيارات يعني ركبنا بينا وصلنا المخيم، مخيم مجهزين خيم، ومنطقة كردية أعتقد قريبة من كرمانشاه كانت اسمها جوان مرد اسمها. بعدين احنا بالنسبة لنا قلت لك خلونا بعدين بسيارات ودونا لغير منطقة جهرم بقينا تقريبا 3 أسابيع إلى أن إجا ابن أقاربنا ضمنونا وجينا طهران. وصل خبر وجود الشهيد أركان بالسجن العائلته بالجمهورية الإسلامية. كان وقع الخبر صعب جدا، خصوصا على والدته اللي قضت سنين عمرها بالبكاء على ابنها الشهيد المغيب. ماكو أي خبر، حتى عن أهلنا ما كانت أكو أخبار، إلا اللهم يعني مثلا عندنا أقارب بالكويت هم يتصلون بذولاك مثلا يخبرون أخبار أهلنا عن أخونا، قالوا لا إحنا سمعنا أنه هو انسجن ويا المحبوسين موجود. مو بس يعني احنا ولد اعمامي كوما. شنو وقع الخبر هذا عليه؟ طبعا امي كانت 24 ساعه تبكي، يعني احنا بيتنا كان قطعه من حتى والدي الله يرحمه كان يقول لي ليش كذي بس تتفائلين على ابني موجود وان شاء الله يجي. ودورات كنا مثلا احنا كم مره قدمنا يعني مثلا للصليب الاحمر، طينا اسمائهم لعل وعسى تجينا رسالة، ماكو. كنا كم مرة هم وقعنا أتذكر يعني العوائل العراقية رحنا وقعنا فد ورقة كبيرة كلش، هي مو ورقة يعني عفوا من القماش، كل واحد يوقع ويسجل يعني انطيناها سلموها للصليب الأحمر وكتبوا اسم يعني السجين ماله. هم ماكو أي خبر، بس كانوا خواتي يروحون يقابلوهم، يعني مواجهة عندهم بعدين صارت اي صارت مواجهة. جاكم خبر انه اي خواتي كانوا يروحون يشوفوه بالسجن يعني، بس ما ادري تسامعيني بالقصة لو لا، شلون خطية ولا شلون مذلة كانوا يروحون من الليل يقعدون مثلا مثلا اختي
خواتي اثنيناتهم، ومثلا يتفقون ويا سائق ما يتحرك، يعني ياخذون عندهم عربانه حديديه مسوين، هاي يخلون بها اغراض حتى من يمشون بالسجن من ينزلوهم ما ينزلوهم قريب، الاغراض من يشيلها وما ياخذون. كانوا ياخذون مثلا الشمسجين اللي ما عندهم مثلا اهل ببغداد او لازميهم خطيه وما عندهم لا خاله لا عمه لا احد، فياخذون كليتش، ياخذون اكثر، ياخذون ملابس اكثر حتى يعني يساعدون البقيه. حتى دز لنا رساله بوقتها، يعني رساله كتب لنا رساله وجابها، يعني حتى استغربنا، هو كان صغير شلون خلال سنتين مثلا هيك يتطور وقام يكتب وكتابته يعني صارت حلوه، يعني يوصي خواتي والاشياء. أي والله يعني هو يسلم علينا ويسلم على ابويا وعلى امي علينا كليتنا، يعني ذاكرنا واحد واحد بالاسم. خطيه حتى هو كان بالرابع ثانوي، حتى خطيه كانوا بالسجن مسوين جزادين، هاي الاشياء اللي كانوا السجناء يسوي لهون روحهم خطيه، بس ما انا مسوينا الكليتنا. فكانوا يعني اختي تاخذ لهم مثلا الاشياء اللي يردوها، بس بعدين لا تقول قاموا ياذونه. يعني حتى اخويا فد مره بالسجن، هو كان يعني هو فقير ما يحكي، ما ادري ايش قايل، الشرطه صاير عصر، فهالقد ما ضاربيه مدافعين عنه السجن. ترى بعدين شفنا عقب ما يعني سقوط صدام. اي يم اختي كانت، ولحد الان اختي ما تقبل تطير، يم اعتزل يم تطير. قلب الأم يحس، هاي الجملة دائما نسمعها، أحيانا نصدقها وأحيانا لا، لكن أحلام عندها دليل على صدق هاي الجملة. احنا كل شيء ما كنا نعرف، بس اللي ندري به اختي كانت موظفة صغيرة، وهي كانت يعني بنفس منطقتنا ساكنة، يعني المختار يعرفها، يعني المختار مال المنطقة يعرفها لأنه هي بيتها قريب من بيتنا، كان هي متزوجة طبعا. فأكو فد مرة، يعني هي هاي المرة تبيع جيمر، يعني احنا ابويا كان وضعه زين بالعراق، مثلا حتى من تجينا هاي المرة تجي بيتنا تتريق ونشتري منها بالصينية، يعني جيمر امي كانت تشتري منها الوالدة، فكانت كلش يعني علاقتها بينا. فالظاهر هي تعرف هناك كل شخص، المختار يعرفه كامل، هو المختار عنده محل مال يبيع مواد غذائية وهالاشياء، فهي كانت حتى تطيء له يعني من هالاشياء. فالظاهر سامعه منه، يعني سامعه منه بانه اكو شهداء، وقايل له من ضمنهم تعرفين ابن الحجيه، ترى هذا من اسمه جاي من ضمن اللي شهداء. هي المرة بتعرف خطيه ما تدري، شايفه اختي الصبح اللي تروح للدائره بعد كم يوم، عبالة اختي تدري صورت يعني نظام البعث راح يبلغ الاهالي، لا هو ذاك مختار المنطقة طبعا عنده علاقة ويا الدولة، وحتما يعرف بالمنطقة منو صار ومنو ما صار، ايش ما صار. فهي من شايفة أختي قايلة لها بقية بحياتك، أختي قايلة لها بيمن صبح واقفة للسيارة مالتها، قايلة لها بأخوك غير؟ قال يا أخويا، قال يا أخوك أركان. فأختي يعني بالشارع وواقعة وبعد تعرف وماخذيها للبيت، واختي الكبيره مفتهمه، يعني لو اوصف لك اياه يمكن اصعب شيء. يعني احنا انا والدتي مريضه، يعني لو اقول لك القصه يمكن تستغرب، يعني هذه حقيقيه يعني صارت ويانا. انا والدتي كانت طالعه رايحه للسوق هنا بايران، يعني فاكو السوق اسمه مولوي مثلا يشترون بيه. جتي للبيت قالت انا من نص السوق يا بنات ضعت. قلنا شلون ضعتي؟ قالت ما ادري، اريد اندل دربي ما اندل دربي. وبقت 4 ايام بعد ذيك مريضه، بالليل تروح وتجي. حتى قلت لها ماما شنو؟ واحد يعني من عندنا ميت انتي تتفاولين علينا؟ قالت والله ما ادري بنتي، انا من يوم اللي كنت بالسوق
عبالي انضربت فد خاصرتي في الشيء، وهي تمشي بالليل وتلزم خاصرتي والله العظيم. فجوي أقاربنا أنا عبالي جايين على مود أمي يشوفوها. فتحت الباب شفت يعني مجموعة نسوان من أقاربنا، قلت جايين يشوفون أمي سامعين مريضة ويشوفوها، وطبوا على أمي. أنا قلت أروح أسوي شاي. ماكو دقيقة وسمعت يعني سمعت عياط أمي. أنا قلت يجوز يعني وين أتخيل أخوي، قلت يجوز خالي لأن كان خالي مريض. يعني من جيت أمي قالت أنا بدون شعور بعد ما أدري ما حس على ربي، ما أعرف إيش صار. يعني منطقة كلها انقلبت علينا. إحنا هاي منطقتنا المسعودية تقريبا كلها جماعتنا فيها، يعني المنطقة انقلبت. حتى كانوا يقولون لنا بابا كذب، هاي إشاعات هم النظام يسويها حتى يقهركم. أمي قالت لا أنا قلبي علم دريت. هذاك اليوم كنت هيك صار بيا، والصدق تبين بعدين نفس اليوم اللي أمي صاير بيها خواتي مستقبلين والله العظيم. إي والدي كان موجود، ووالدي ما تحمل قبل السنة مالته يعني وتوفى. يعني إحنا كان باقي كم يوم نسوي سنوية لأخويا، والدي توفى رحمة الله. لا والدتي بقت يعني قبل 22 سنة والدتي توفت. بعد هي قبلها يعني كانت تبكي النهار كله، وهسه صار هذا الوضع. يعني حتى احنا عندنا الكراغد، عندنا فد نسميه ما ادري انتم يسموه نوحه من النسوان تنعي، احنا نسميه مور بالكردي. فهو هذا كان شغلها، تقعد من الصبح تنعي لبوا. صدقني دائما صوتها بابني. والدك كان موجود؟ هي والدي كان يقول ابني ما ميت، ها تقرون فاتحه ابني ما ميت. ما كان يتقبل الخبر يعني ويا نفسه ما يتقبل. بس والدتي لا، كانت يعني تبكي هوايه. هو مو ما محزون، والدليل هو يعني توفى قبل سنه، يعني سنه ما كملوا وتوفى والدي. كان يكتب بقلبه يعني الهم؟ اي طبعا كان صور خواتي اللي بالعراق بجيبه من توفى والله، وصور اخويا. هوار صد هوار جرهار لردس اردی تتاره لمال کرده بیلی بیتار هوار لدس جور زور داره هوار لدس جور زور داره بعد سقوط الصنم قرر أبو أمير أنه يرجع للعراق. ما قدر يتحمل البعد أكثر، كان الشوق البلد الأم أقوى من أي إحساس آخر. رجع أبو أمير لبغداد واستشهد في بغداد. زوجي قال أرجع للعراق بعد السقوط، قال أنا بعد مهم حنيته قال أني أرجع للعراق. قلت له بابا وين ترجع للعراق؟ شلون ترجع؟ خلي هاي داعش موجود، هذا موجود، ذاك موجود. قال ما أقدر أصبر بعد أكثر من هذا. هو مسفر سنة 70 كان مسفر، ولحد مثلا سنة 2005 كان حنيته موجودة على العراق. حنيته كانت موجودة على العراق، رجع للعراق، هناك استشهد. هسه شهيد الإرهاب، ومع الأسف سجله كله محروق أو ممسوح، ما أدري شنو من شنو. شلون استشهد؟ تفاصيل الناس. انفجار. وين شلون؟ انفجار كان بشارع الكفاح، أبو سرور هم يعرفه. كان بشارع الكفاح انفجار رجع له.
وانا كنت هنا قابروني، انا رحت دفنته انا والاولاد. اصدقاء خابروني قالوا لي ابو امير استشهد بعد الحادث. شلون يصير بعد عادته شلون تقولي؟ واني هم جنسيه ما كانت عندي، لا جواز كان عندي لا اي شيء. رحت من المجلس الاعلى، المجلس الاعلى العراقيين اللي موجودين هنا، اخذت ورقه ورحت على طريق خسروي، على طريق خسروي رحت انا والاولاد. واقفين بالجراج دا انتظر ابن حماتي يجي ياخذنا خانقين. اجى شرطي قال انتوا منين؟ قلت له احنا من ايران. قال انطوني المستمسك، قلت له والله اي مستمسك ما عندي. اخذنا قال اذا ماكو زحمه تعالوا. اخذنا للمركز، اخذنا للمركز هناك مو خوش معامله كانت. خانقين ما ادري بالضبط يعني ما اعرف قال لي يعني هم مو سوكه يعني ما ادري شو اقول مو خوش معامله، بس هو لازم ناخذ شويه. قال لي احنا شلون ندري هذول اولادك؟ احنا شلون يعني شنو المستمسك مالتك هذول اولادك؟ قلت له والله اولادي ابوهم هيك صاير، اقدر اروح ادفن ابوهم. قال ماكو شيء، اذا تبقيني هنا هسه اسجنك انت وبناتك وابنك، بس اذا افضل شيء تكونين انا جايه من ايران يلا رجع نساعد ايران. واني رجعت. ابن حماتي الله يرحمه هسه هو متوفى همينه، اجى ورايا ثاني هو بالسياره دا يجي ورايا الخانقين. طيبة العراق بعدهم موجودين، يعني شلون اقول حلميه عند العراقيين ما اعتقد اي دوله لا عندهم. هو كان راكب بالكيه وفد شخص اسمه سيد محمود، اذا يسمع صوت السيد محمود هوايه يتشكر منه. كان بالكيه وهذا خابرني واني رجعت بالسياره اللي جابني من حدود خسروي. قلت له رجعني، الرجال راح، ابوكم راح، دول هم يروحون من ايدي على اساس يرجعني. وهذا ابن حماتي ابن عمتهم يعني بس يخابرني، عمه الله عليك لا تروحين تعي خلينا ندفن خالي لا تروحين. قلت له عمه هيك القضيه. اثاري هذا سيد محمود بالكيه قاعد يسمعه، قال له شنو قصه مرض خالك؟ قال له والله كيت وكيت هيك قصه مرض خالك. قال له روح قول لها قد ترجع الخانقين، تروح بفلان منطقه، المنطقه ما اتذكرها بالضبط، تروح البيت سيد محمود هي بامان، هي بامان. وانا قلت يا رب سيد محمود منو هذا؟ شلون راح اتعامل وياهم؟ خطيه مرته وجهاله شلون ما يقولون ذول شنو جايين؟ المهم انا من رحت اللي هناك وقلت لهم وين سيد محمود وهاي بيت سيد محمود، مرته واولاده كانوا منتظريني، كانوا منتظريني وشلون طيبه كانت عندهم وشلون المعامله تعاملوا وياي، احسن معامله تعاملوا وياي. بعدين ثاني يوم الصبح لزموا لي سياره، ابن عمتهم طبعا هم كانوا وياي. هاي احنا كل مستمسك ما عندنا هالشكل رايحين. احنا طبعا بالانفجارات نسمع صوت الانفجارات هذا بالطريق وهذا والطلقات. المهم رحنا لبغداد ودفناه الشهيد المظلوم النجف دفناه، ولحد الان حقوقه ما ماخذين. ليش قلت لك هو كان مراجع الدوائر على مود يطلع جنسيته، يطلع جنسيته بس ما قدر، ما حصل على جنسيته، ما ادري سجله محروق كان او ممسوح او اي شيء ما ادري. ما قدر 4 أشهر بقى بالعراق، بعد ال4 أشهر استشهد. هسه اني كم مره رحت قالوا لي ما يصير. ليش ما يصير حقوق الشهداء العراق لهم حقوق؟ يقولوا لي ما عنده وين طلعي لي جنسيته، يقولوا لي. اقول لهم بيت عمه موجودين، يقول لهم احنا ما عندنا شيء الا معامله استثناء ترحين على وزاره الداخليه. ترحين على وزاره الداخليه ومن هناك طالعين لنا مثلا هم يعطوك كتاب يلا خلينا نشوف شو نسوي. هو عنده جنسيه ايرانيه ولا لا؟ ايرانيه عنده. هم ياخذون؟ لا ما يقبلون الجنسيه الايرانيه، اكيد فشي اكيد هسه انا هم يعني بايران هم يقبلون الجنسيه العراقيه. فشي طبيعي هذا، بس يعني شلون مثلا هو متولد ببغداد وحتى ميلاديه؟ اي لا اي ميلاد شو اسمه؟ ميلاديه موجوده ميلاديه ببغداد؟
حتى الجنسيه الايرانيه مكتوب عليه متولد بغداد، الجنسيه الايرانيه، الجواز السفر مالته همينه مكتوب عليه متولد بغداد، اي شيء يعني، وشهاده الوفاه مالته همينه من هناك اخذتها. استشهاد هو يعني هو حن، هل قد قلنا له لا تروح؟ قال لا الا اروح ارجع للعراق. اي وهناك ولاده بغداد وراح رجع لبغداد، استشهد هناك. مع كل قصة نرويها لكم نتعرف أكثر على قوة وشجاعة الكرد الفيليين اللي أثبتوا للعالم أجمع معنى التضحية والفداء. إلى اللقاء. Thank you.